بعد ما شفت الفيديو بتاع صبري قررت ان انا اختم القرآن كله في ركعة واحدة. زي ما شفتم كده في عنوان الفيديو، في الفيديو دوت ان شاء الله هختم القرآن كله 30 جزء، 60 حزب، 240 ربع، 6236 آية في ركعة واحدة بس. يا جماعه سيدنا عثمان بن عفان كان بيختم القرآن كله في ركعة واحدة وهي ركعة الوتر. بس الصراحة بعد اول 3 اجزاء قرأتهم بدأت افقد التركيز بتاعي عن القرآن ومركز اكتر مع وجع رجلي، فوقفت. بس قلت يعني ايه اكمل قراءة اشوف انا اصلا اخري فين. فقرأت 11 جزء من قدام و11 جزء من ورا، واخر جزئين خالص بقى اللي هم عامة وتبارك صليت بيهم يعني ركعتين، عشان سمعت ان انت لما بتصلي الركعتين دول بيتكتب لك قناطير مقنطره من الحسنات. انا مش عارف قناطير مقنطره دي كميه قد ايه، بس هي طبعا كميه كبيره جدا. وبعد 22 جزء ما كملتش بقى الصراحه، عشان حسيت ان انا يعني ايه بدات اسرح شويه او اتوه يعني، او مش مركز قوي مع اللي انا بقراه. تجربه مختلفه واول مره اعملها، بس خلينا متفقين على حاجه، وهي ان انت يعني افضل بكتير جدا انك تفتح المصحف حتى ولو هتقرا صفحه واحده في اليوم. افضل بكتير جدا من انك يعني تختم في رمضان 5 ختمات وتعمل مثلا تجربه زي اللي انا عملتها دي. والمصحف تقريبا طول السنه عليه تراب من كتر ما هو متساب اصلا. يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. يعني انت مش لازم تجهد نفسك قوي، انت ممكن عادي تقرا وانت قاعد. يعني هي بس تجربه مختلفه وانا حبيت يعني ايه اشوف انا اخر ايه فيها يعني. وبس كده يا جماعه، لو الفيديو بقى عجبكم ما تنسوش تعملوا لي فولو ولايك للبيج، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود تحت لو حابين تتابعوني هناك. يلا سلام.